في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. 2 صحفيين بيصوروا عصابتين لتجارة الكوكايين، وبيحصل جرائم قتل بين العصابتين وبيصوروا تفاصيلها. بيشوف الصحفية وبتجري مع زميلها اللي بيقع منه شريط الفيديو وبتاخده وبتهرب. أثناء مرور جاكي في الشارع بيشوف العصابة بتهاجم ديانا الصحفية، بيدافع عنها وبيهاجمهم، وواضح انه خبير في الفنون القتالية. ولما ما بيعرفوش يتمكنوا منه بيطلع واحد المسدس، لكن جاكي بيمنعه وبياخد منه المسدس بمنتهى البراعة. بيجي باقي افراد العصابة وبيهربوا منهم ومعاهم شريط الفيديو. بيطلب منها جاكي يفترقوا، وبيشوف العصابة بتطارده وبيقول لهم انا معرفهاش، انا مجرد كنت ماشي في الشارع. لكنهم بيستمروا في مطاردته. بيدخل وسط مجموعة من الناس في حفل زفاف، وبيطاردوه بيتعلق في دمية ضخمة بتطير، وبيطلق شخص النار على الدمية وبتنزل بيه فوق التورتة الضخمة لحفل زفاف، وبيقول لهم آسف. بيطاردوا واحد منهم داخل ممر وبيقع في صندوق القمامة وبيضعوا فيها، وبيجي آخر وبيهاجمه وبيشبك الصندوق في السيارة اللي بتطلع بيه، وبيركب جاكي سيارة وبيهرب منهم. ما زالوا بيطاردوا ديانا وبتجري، وبيشوفها جاكي وبيقول لها تركب معاه. بيشوفوهم وبيطلقوا عليهم النار وبيهربوا في طريقهم، وبيتوقف جاكي بالسيارة وبتركب معاه. بتروح ديانا البيت وبتتفاجئ ان الشريط اتبدل مع جاكي وان الشريط معاه. بيخبط شخص على الباب وبتفتح الباب، وبيتضح ان العصابة وراه عشان يعرفوا عنوانها، وبيكتشفوا ان مش هو ده الشريط اللي صورتهم بيه. وبيشوفوا جاكي اللي بيقدم عرض تلفزيوني للفطائر واللي بيعمل طباخ. بيسألوها فين الشريط، بتقول لهم معرفش. بتجري منهم وبيطردوها، وبتعرف تختبئ في محل. بيتوصلوا العصابة لمكان جاكي وهو بيعرض فطائر، وبيسألوه عن الفيديو وبيهاجموه. بيهاجمهم جاكي وبيهرب، وبينزل من على السلالم المتحركة بطريقته المبتكرة، وبيهاجموه وبيهاجمهم وبيستمر في النزول. بتنادي عليه ميكي خطيبته وبينزل معاها. بيهاجموا شخص قوي منهم وبيتغلب عليه، وبيهرب مع ميكي وبيجروا وراه. بيركبوا حنطور وبيقودوا جاكي وبينطلق بيه وأفراد العصابة وراهم. بيصعدوا وراء الحنطور، وبيدي جاكي لميكي لجام الحصانة وبيهاجمهم. بيندفع واحد منهم ناحية ميكي وبتقع وبتقود الحنطور وهي واقعة، وبيهاجمهم جاكي وبيسقطوا من فوق العربة. بيندفع واحد منهم ناحية ميكي، والمرة دي بتقع فوق الحصانة وبتستغيث بجاكي المشغول في صراعهم. وبيقع واحد منهم من العربة على ترابيزة ناس قاعدين في كافيه في الشارع، وبتتحطم الترابيزة تماما. بيسقط جاكي فوق اتوبيس بيسير في الشارع، وبيستخدم طرقه العبقرية عشان ينجو من السقوط، وبيطلع العربية تاني، وبيلاقي يافطة هتصدمه وبيتفاداها في آخر لحظة. بيحاول يرفع ميكي لكن بيهاجمه واحد تاني، وبترجع تقع تاني، وبيسقطوا في الشارع. بيروح جاكي تاني عشان يرفع ميكي، وبيجي واحد تاني وبيهاجموه، وبيسقط واحد آخر في الشارع. بيهاجموا الشخص الضخم وبيسقطوا فوق ترابيزة ناس قاعدين في كافيه آخر. بيتغلب عليه جاكي وبيجري بسرعة عشان ينقذ ميكي، وبتستغيث بجاكي. بتقفز الحصانة من فوق السيارة وبتصطدم العربة بالسيارة، وبتندفع ميكي بشدة في الهواء وفي طريقها للسقوط، وبتصرخ بشدة. بيجري جاكي بسرعة عشان يحاول ينقذها، وبيستلمها في ايده في آخر لحظة قبل ما تقع على الأرض. بيجري أفراد العصابة يشوفوهم، لكن بيكونوا ركبوا المترو وما بيشوفوهمش. بيوصلوا لبيت جاكي، وبيقابل ديانا اللي كانت في انتظاره، وبتطلب منه الفيديو. وجاكي بيقول لها أي فيديو ومش فاهم أي حاجة، وبتقول له أرجوك هعمل أي حاجة تطلبها. وبتقول لها ميكي تقصدي إيه بأي حاجة، وبيخرجها جاكي وبيقفل الباب، وميكي غيرانة جدا منها. بيخبط الباب وبيفتح، وبيلاقي ديانا بتقول له أفراد العصابة جايين هنا ورانا. وبيجري جاكي منهم لسطح المنزل، وبيطلب جاكي منهم المرور فوق العمود اللي بين منزلهم والمنزل الآخر. وبمجرد ميكي ما بتشوف المنظر بتصرخ وبترفض تعدي. بتعدي ديانا ببطء وصعوبة وخوف شديد.
بيحمل جاكي ميكي وبيعدي بيها، لكن صديقته لاكيشا مرتعبة جدا وأصابها حالة من الرهاب الشديد ووقفت مكانها، وبيطلب منها جاكي تغمض عينيها وبيدفعها بشدة، وبتعدي الناحية التانية وبتصرخ، وبيعدي جاكي وهو بيحمل ميكي، لكن بترمي العصابة قنبلة على شقته، وبيرمي ميكي للناحية التانية وبيتعلق هو في العمود. بيقابل جاكي صديقه روميو ضابط الشرطة وبيسأله هتقيم فين بعد ما منزلك اتدمر، وبيقوله عند لاكيشا صديقته، وبتوافق لكن خايفة من مطاردة العصابة. بيروحوا كلهم يقيموا في منزل لاكيشا، لكن ميكي بتغير منها ومن ديانا، وبيقيم جاكي المحظوظ وسط الجميلات. بيعرفوا العصابة طريقهم وبيجولهم أثناء الليل، وبيطلبوا منه الفيديو، وبيهاجموا ديانا ولاكيشا، وبتيجي الشرطة. بيحاول جاكي يوقع المسدس من ايد الشخص اللي بيرفعه بيه، وبيلتفت تاني وبيقول له مالك، بيقول له عاوز ادخل الحمام. بياخدوا ميكي وبيقولوا له امامك 12 ساعة عشان تجيب الفيديو وتاخد صديقتك، وبيدوا له هاتف عشان يكلموه فيه. بيقول جاكي للشرطة، بيتصل بيهم جاكي، وبتحاول الشرطة تعرف مكانهم، وبيطلب من جاكي يركب المترو، وبيقول له أي خدعة هتعملها هنقتل صديقتك. بيتصل بيه شخص آخر وبيقول له انزل من المترو الآن. بيظهر الشخص من بعيد ومعاه ميكي وبيقول لها تنادي عليه. بتيجي مجموعة من الشرطة خلف جاكي وبيقول لهم ابعدوا عشان انتم قريبين جدا مني، وبتسمعوا واحدة من أفراد العصابة وبتقول لزميلها، وبيضرب ميكي وبيحملها وبيجري بيها، وبيشوفوا جاكي. بيفكر جاكي في أسرع طريق للوصول لميكي، وبيقفز من فوق الكوبري وبيتعلق بونش وبينزل الناحية التانية بسرعة، وبيجي شخصين آخرين وبينزلوا بيها بسرعة لنفق، وبيوصل جاكي النفق وهو بيجري بسرعة وبيخرج منه لكن ما بيلاقيهمش. بيغضب جاكي من رجال الشرطة لأنهم اتصرفوا بطريقة سيئة، وبيديهم الهاتف اللي استلموا من العصابة. بتيجي سيارة وبياخدوا جاكي وبيديهم جاكي الفيديو، لكنه مش الفيديو الحقيقي. بيوقف جاكي السيارة من الفرامل وبيهاجمهم. وبتصطدم أكتر من سيارة في الشارع وبيتوقف حركة المرور تماما، وبيهاجم جاكي واحد منهم وبيسأله عن مكان ميكي وبيقوله. وبيحاول واحد من أفراد العصابة يعتدي على ميكي، لكن واحدة أخرى من أفراد العصابة بتمنعه. بيوصل جاكي للمكان اللي قاله إن ميكي فيه، لكن أفراد العصابة وراه، وبيدخل مكان كله أبواب عامل زي بيت جحا، وبيدوروا على جاكي. بيهاجموه وبيستغل جاكي الأبواب الكتيرة وبيتفوق عليهم بسرعته الغير عادية. بيخرج جاكي من باب وبيخرج واحد وراه وبيقع في الشارع. بيستمروا في مهاجمة جاكي داخل مخزن، لكن جاكي بيتغلب عليهم بمنتهى البراعة. وبيصعد لسطح الطابق بطريقته الإبداعية. بيهاجموا واحد بماسورة ضخمة لكنه بيفشل، وبيهاجموا أكتر من شخص في وقت واحد وبيفشلوا أيضا، وبيهرب في آخر لحظة. بيدفع جاكي نفسه على السير المتحرك وبيوصل للنهاية، لكن المنشار بتنفصل منه الكهرباء في آخر لحظة، وبيهاجموه كلهم وما بيعرفوش يتغلبوا عليه. بيفتح مضخة الهواء وبيرمي عليهم الخرطوم بسرعة. بيهاجموه وبيضع واحد منهم في الخلاط، وبيربط ايد واحد بسرعة في مكنة، وبيربط ايد واحد آخر بسرعة في مكنة وبيشغلها، وآخرين واقعين على الأرض وكأنهم بيواجهوا شيطان. بيهاجموا شخص وبيوقعوا على العربة وبيدفعوا للسقوط في الشارع، لكن جاكي بيمسك بذراع العربة وبيتعلق في الهواء، وبيشوف ميكي وبيقول لهم لا. بيكتشف روميو ضابط الشرطة صديق جاكي إن الفيديو مع أولاده، وبيتضح إنهم خدوا الفيديو قبل كده من جاكي وحاولوا يشغلوه وبيعتقدوا إنه فيلم. بيضربوا ميكي بعد عجز جاكي عن الوصول للفيديو اللي فعلا ما بيعرفش هو فين. بيربط جين كارلو زعيم العصابة جاكي وبيطلب منه صرعه وهو مقيد، لكن جاكي ما بيعرفش يوجه لهم أي ضربة لأنهم بيشدوا الحبل لما بيوجه جاكي لهم أي ضربة، وبيضرب جاكي وما بيعرفش حتى يدافع عن نفسه وهم مأيدينه.
بيضرب جاكي واحد منهم وبيلف الحبل حول رقبة جينكارلو، وبيشدوا الحبل وبيقول لهم جينكارلو ما تشدوش، وبيهاجموا جاكي بشدة، وبيعاقبهم وبيقول لهم أغبياء. بياخدوا جاكي وصديقاته عشان يتخلصوا منهم، وبيتصنع إنه لسه فاقد الوعي وبيهاجمهم، وبيقود السيارة وبيطلب منهم يركبوا بسرعة. بيدخل البلدوزر الضخم على السيارة اللي هو فيها وبيحطمها، وبيتجه نحوها عشان يصعد فوقها ويديسها وجاكي داخلها، لكنه بيخرج في آخر لحظة وبينام بين عجلات البلدوزر، وبيسوي البلدوزر السيارة بالأرض. بيتجه البلدوزر نحوه مرة تانية، وبيدفع نفسه أمام عجلات البلدوزر اللي بيحاول يدهسه، وبيدفعه أمامه على الأرض، وبيدخل بين عجلاته مرة تانية. بيحاول يصعد البلدوزر عشان يهاجم السائق اللي كان عاوز يقتله. بيتسلق عجلة البلدوزر وبيصعد له عن طريقها وبيهاجم السائق. بيوصل روميو صديق جاكي لمنزل جينكارلو ومعاه زملائه من الشرطة، وبيقول لهم جينكارلو هل معكم أي دليل ضدي؟ وبيرفض يفتح لهم الباب، وبيشيروا السلاح على الشرطة وبيغادروا في إحباط شديد. والشرطة في طريقهم للخروج بيشوفوا بلدوزر كبير متجه نحو منزل جينكارلو، وبيتضح إنه جاكي ومعاه ميكي ولكيشا. وبيفرح صديقه روميو إنه شافه ما زال على قيد الحياة. بيتجه جاكي بالبلدوزر بسرعة نحو منزل جينكارلو، وبيحطم البوابة بالسور، وبيكمل على باقي السيارات الفخمة، وبيتجه نحو المنزل وبيحطمه وبيجروا أمامه. وبيخرج من الناحية التانية بالبلدوزر بعد ما المنزل اتحطم تماما. وبيسأل ضابط الشرطة روميو صديق جاكي انت شفت اي شيء؟ بيقول له لا. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.